العباس سلام الله عليه. وقت كانت ولادته سنة 6 أو 26 من الهجرة. زين، يكون عمره يوم الطف ايش كثر؟ 34 سنة عمره يوم الطف. والمؤرخين يقولون هو أكبر بني هاشم، يعني اللي انقتلوا بالطف كلهم براعم، أكبرهم العباس، عمره 34 عام، هذا عمره. زين، لما ولدته جابت على العادة، يعني مثل المسلمين كانوا في حياة الرسول إذا ولد عندهم وليد يجيبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا أهل البيت بالدرجة الأولى كانوا يجيبوه إلى النبي، بعدين يجيبوه إلى الإمام علي عليه السلام. جاءت بولدها تحمله، وضعته بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه، تفرس في وجهه، قبله، انحنى عليه قبله، ولمحت أم البنين في عيني أمير المؤمنين دمعة. يقولها بعض المؤرخين، سألته قالت له يا أمير المؤمنين روحي فداك، أفي ولدي عيب حتى بكيت من قالها لا الحمد لله، هو مثال الكمال ما بعيب. لكن حانت مني التفاتة إلى ذراعيه، وعرفت أن هالذراعين ذني سيقطعان يوم كربلاء. هذه اللي أبكاني، هذا ذكرت ما كتب الله له من الشهادة، وذني هالذراعين راح ينقطعن يوم الطف بين يدي أخيه الحسين، من أجل ذلك بكيت.